اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء والحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي أحسن حال. أنا جيهان، ودي قناتي. اللي أول مرة تشوفيني تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، ودوت فضلا وليس أمرا. اللهم صل وسلم كده. النهاردة كده قلنا ايه، نكمل بقية فرش الشقة عشان خاطر نشوف ناقصنا ايه تاني. نجهز بقى الحلويات بتاعت الأولاد، نجهز لهم هدومهم، نشوف هنعمل معاهم ايه، ما يبقاش معانا الوقت ضيق. فقلنا بقى كده نكمل بقية فرش الشقة اللي فاضل. انا طبعا يا حبايب قلبي كنت عاملة معاكم الأوض، كنت فرشة معاكم الفيديو ده اللي قبل ده الأوض. فرشت بقى الثلاث اوض بتاعه النوم وكده، الاوضه الاضافيه واوضه الاطفال واوضه النوم، وقفلتهم وخليتهم زي الفل. قررت بقى ان انا اعمل الريسبشن، واعمل هنا الصاله بتاعه القعده، واظبط المطبخ تاني، والحمام بقى والتشاطيب الاخيره يعني وكده. انا بسجل معاكم دلوقتي الفيديو، انا كده خلصت كل اللي ورايا الحمد لله. عقبالكم زينا يا رب، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالصحه والسلامه، وكل اللي بيتمنى حاجه يا رب يحققها وبزياده يا رب، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. مسكت بقى كده يا بنات يا حبايب قلبي الصاله دي، رصيت بقى القعده بتاعتي كده، وحطيت الحفظ دوت. انا كنت شاريه السنه اللي فاتت، فرشته العيد اللي فات وعينته، وده تاني مره كده يتفرش. وزي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا خلصت والصاله بقت زي الفل. ودخلت بقى كده على المطبخ، كنا طبعا فطرنا بقى في الاثناء دي، كنا فطرنا. ومسكت بقى قلت ايه، عشان المطبخ هو كمان لو خلصت بره والمطبخ فضل بالمنظر ده، هحس ان انا ما عملتش حاجه وهرجع اعيد الموضوع من اول وجديد. فانا اخلص المطبخ عشان خاطر يبقى المطبخ زي الفل، وبعد كده اروح بقى عند الريسبشن نفرش الريسبشن، ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا انا كنت غاسله الحمام ومخليه زي الفل، بس ما عرفتش اصوره معاكم وكده وانا بصور دلوقتي معاكم الفيديو، انا كنت بقى مسحه السلم وكنساه ومخليه زي الورد. فيلا بقى قومي لو وراكي اي حاجه، يلا ما عادش في وقت، قومي يلا كده فرشي واستعيني بالله، وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، واذكري ربنا في قلبك، وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وخلصي كل اللي وراكي يلا. ومش تنسي اختك ان انت لو عجبك الفيديو تعملي اشتراك وتدعميني بلايك كده عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. مسكت كده بقى يا حبايب قلبي المواعين غسلتها معاكم. قلت بصراحة انا بقالي كتير ما غسلتش معاكم مواعين في الفيديوهات، قلت بقى تشاركوني كده وانا بشطب المطبخ. طبعا انا كنت عاملة المطبخ تنظيفة عميقة، انا بس هغسل بس المواعين كده وامسح الرخامات يعني حبة حاجات صغيرين كده عاملهم في المطبخ مش كتير. وزي ما حضراتكم عارفين ان انا كنت عاملة المطبخ تنظيفة عميقة، السيراميك وورا البوتاجاز وورا المطبخ الخشب، يعني كل حاجة كنت انا عاملاها يا بنات. فقلت بس كده ايه، في تشطيبات قليلة كده بس هنعملها عشان خاطر يبقى البيت كله زي الفل، يبقى جاهز لاستقبال العيد. كل سنة وانتم طيبين. دي يا جماعة عاداتنا ودي تقاليدنا، وربنا ما يقطعها لنا عادة يا رب. ويا رب كده كل عيد وانتم طيبين وانتم بخير، وكل اللي بتتمنوه تلاقوه يا رب. إيه، خلصت بقى كده يا بنات حبة المواعين بتاعتي دول، ما عادش غير الغطا بس الألمونيا ده، جبت له حتة سلكة كده عشان خاطر طبعا مش هينفع ان هو يتعمل بالسبونشة. غسلته وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده يا بنات. اللهم صل على النبي. هغسله بقى هو والكنكه دي بالسلكه، لان طبعا ما ينفعوش ان هم يتغسلوا بالسبونشه. لو عجبتكم يا بنات الفيديوهات بتاعتي، يا ريت تدعموني وتكتبوا لي في الكومنتات
ولو عايزين تسألوني اي سؤال او كده انا تحت امركم اللي انتوا عايزينه. انتوا بس تأمروا وانا عليا التنفيذ. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويا رب عيلتي تكبر بيكم ومعاكم يا رب، وانتوا اخواتي وتبقوا سندي وتبقوا ظهري بعد ربنا. وخلصت كده يا بنات، وشلت كده بقى المصفى اللي انا بصفي عليها المواعين. غسلت تحتها وغسلت الرخامة والسيراميك زي ما حضراتكم كده شايفين. قلت برضو ايه مكان المواعين وكده من اي اتربة او اي ميكروبات اعقمها واخليها زي الفل كده، عشان بقى تبقى نظافة كلها كاملة ونستقبل بقى العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. هي فرحة العيد بالهدوم الجديدة وبالفرش الجديد وبالتنظيف هي دي عادة المصريين يا جماعة، ربنا ما يقطعها لنا عادة يا رب. مسكت بقى كده بتاعة المصفى اللي تحت دي غسلتها عشان خاطر احطها تاني واحط عليها المصفى. ومسكت بقى الرخامة من هنا من عند الفلتر كده خليتها زي الفل، وهنشفها بقى تنشيفة كويسة جدا بالمساحة كده، وهرجع انشفها تاني بالفوطة بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مش تنسوا يا بنات تصلوا على النبي في الكومنتات، ومش تنسوا اللي بيتابعني يكتب لي هو من انهي حتة بالظبط ومن انهي دولة بالظبط. وكلكم على راسي وشرف ليا ان انتوا معايا. وصدقوني وجودكم معايا بيحمسني وبيحفزني وبيديني طاقة كده، مش عارفة ازاي. وما بلاقي حد بيعلق لي او بيكتب لي تعليق، والله العظيم 3 انا بحس بسعادة ما تتوصفش. انتوا لو تعرفوا الكومنت بتاعكم ده بيعمل معايا ايه، بجد والله العظيم 3 بيخليني كده حاسة ان انا طايرة كده في السما. ربنا يخليكم ليا يا رب وكل اللي بتتمنوه تلاقوه يا رب وبزيادة، اللهم امين يا رب العالمين. البوتاجاز يا بنات انا كنت غسله كويسه جدا، ما كانش في اي حاجه غير بس طرطشه كده مكان الاكل، مسحته مسحه كويسه جدا وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. مسكت بقى الرخامه اللي بتحط عليها الكولمن والميكروويف والحاجات دي. قلت ايه كان برضو مكان ايد الاولاد ومكان الاطبق بتاعه الاكل وكده. قلت المعها تلمعه كويسه كده ومن اي تراب من اي حاجه عليها. ورجعت الكولمن تاني بعد ما غسلته ورصيت الحاجه ومسحت معاكم الميكروويف كنت غسلاه برضو كده. ومسكت بقى الارض يا بنات كده كنستها كنسه كويسه، مكان طبعا بقى كنس المواعين ومكان البوتاجاز وكده. كنستها طبعا ولميت التراب اللي على الارض، وقلت بقى ايه جبت حبه ميه بحبه ديتول كده. قلت اعقم الارضيه كده وامسحها يا بنات. الجردل ده يا بنات كويس جدا بصراحه في الاستخدام، مش خساره فيه الفلوس. هو كان ب550 جنيه، ده شركه الوطنيه. كان في حاجه تانية اقل بس كانت ماركه تانية، فانا قلت لا اجيب حاجه كويسه عشان خاطر تعيش معايا. كده بقى يا حبايب قلب المطبخ خلص. ودي بقى اللحظه اللي كلنا بنستناها يا بنات، ان احنا نخلص كده ونبص على المنظر ده. هي دي اللحظه اللي كل ست بيت بتستناها. طبعا ده كان اكل باقي عندي كده من الفطار. سيبته قلت عشان خاطر لو الاولاد حبوا ياكلوا او حاجه. بصوا بقى يا بنات المنظر ده ولا اروع من كده بصراحه. دخلت بقى كده يا بنات على الريسبشن، زقيت الركنه طبعا وكنست تحتها، ما كانش تحتها زباله كتير، بس عشان خاطر انا كنت منضفه تنظيفه عميقه برضو هنا في الريسبشن، فكان حبه تراب بس كده لميتهم. وقلت بقى ايه همسح الارض كده من اي حاجه عليها عشان خاطر افرش على نظافه. مسحت كده بقى يا بنات الارض وجبت السجاده بتاعتي فرشتها. وبعد كده هحط عليها الحافظه برضو. ما بحبش احط الحافظه لوحدها، بحس ان هي مش ثابته على الارض، لان الحافظه بتاعتي جنس من تحت فمش بتثبت على الارض، بحس ان هي بتفضل تتزحلق، وبعدين لسه الجو ساقعه. فقلت ايه هحط السجاده واحط عليها الحافظه. مغسوله طبعا وزي الفل، يومها هلكوني جدا لما غسلتهم. إيه رجعت كده بقى يا بنات الركنه. طبعا المخدات الطويله دي انا لسه هخيطها، بس قلت ايه اخلص كده معاكم الفيديو واقعد كده اجيب الابره والخيط واخيطهم على ايديا، اللي هي التكيات الطويله دي. رصيت كده بقى يا بنات المخدات والركنه عندي بقت زي الفل. مسكت بقى الجزء ده يا بنات انا ما خدتش بالي الا بعد ما صورت. الشباك الشمس ضاربه في الكاميرا، فما كانتش الاضاءه مظبوطه، سامحوني معلش. ما عرفتش بقى اللي انا امسح الفيديو واعمل فيديو تاني، سامحوني ما تزعلوش مني. بس ان شاء الله باذن الله هظبط لكم كل حاجه باذن الله في الفيديوهات الجايه، وهاخد بالي من الحاجات دي كويس جدا. كنست بقى الجزء دوت كده وهجيب الشرشوبه برضو وامسحه عشان خاطر يتفرش ويبقى مية مية. المكنسة يا بنات انا حاططها في الاخر كده جنب الجزامة، بدل ما الاولاد عندي كانوا بيبهدلوها اما كنت بحطها في غرفة الاطفال،
فقلت خساره هتتكسر، لقيت المكان ده فاضي كده، قلت احطها هنا عشان خاطر لما احتاجها تبقى تحت ايديا يعني ايه، واحافظ عليها ما تتكسرش. مسكت بقى يا بنات الحته دي كده، قلت ايه المعها كده، طبعا برضو بالميه والديتول، لمعتها كده وخليتها زي الورد. وهجيب بقى الفرشه بتاعت الحته دي افرشها. طبعا كل الفرش مغسول وزي الفل وجاهز على الفرش. جبتها بقى كده يا بنات وقلت اما افرشها معاكم. حطيتها بقى كده دي، انا كنت شاريها بس بقى عندي كام سنه، بقى يجي 3 او 4 سنين. بس بصراحه يعني بخليها ايه في المناسبات، في المناسبات اللهم صل على النبي، وفي الشتاء الجامد ساعات بحطها وساعات لا، لان انا عندي غيار تاني بحطه هنا. خلصت بقى كده يا بنات والركنه بقت جاهزه، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالصحه والسلامه يا رب. ويا رب كل اللي بيتمنى حاجه يحققها، وكده بقى زي ما انتم شايفين كده. خلصت بقى ده فرش العيد. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد ويوم جديد، واسيبكم في رعايه الله، يلا مع الف سلامه.